صفة زائد اي ار زائد زان، دي لو كانت مقطع صغير. اما لو كانت مقطع كبير بقول اور او زائد الصفة لوحدها زائد زان. تمام. طب ليه؟ لان صفة طويلة او صفة كبيرة اللي هي مثلا زي interesting، زي مثلا كلمة useful، الكلمات دي هي اساسا الكلمة نفسها كبيرة فيها حروف كتير، فانا اقوم ازود عليها اي ار. يعني مثلا كلمة beautiful ينفع اقول beautiful لا الكلمه كبيره قوي. تمام. فانا مش هكبرها كمان واقوم احط اي ار، لا ده انا هستخدم قاعده تانية ليها اللي مور او less زائد الصفه زائد زان. قلت مثلا English is more interesting than Arabic. interesting علشان الصفه دي عندي مقطع كبير، فعشان كده ما حطيتلهاش اي ار، استخدمت قاعده تانية قلت more interesting than. تمام. الانجليزي شيق اكتر يعني او اكثر شياقا او اكثر تشيقا، مش عارفه تنطق ازاي، بس هو شيق اكتر من العربي. عايزه ابدا بالعربي اعملها ازاي وعايزه نفس المعنى؟ اقول the Arabic is less interesting than English. لو انا عايزه اقول مثلا ان الاسد اخطر من الذئب مثلا، اقول ايه؟ اقول the lion is more dangerous than the fox. ممكن نجيبها بالشقلوب fox is dangerous than ذا لايون. طيب دي كانت المقارنه. طب انا عايزه اقول حاجه في قاعده اللي هي از والصفه واز. كنت عايزه اقول حاجه ان لما انا هاجي احب انفيها، يعني مثلا انا عايزه انفي القاعده دي ازاي؟ اقول نوت، احط نوت قبليها، اقول نوت از والصفه في المصدر زائد از، او اشيل از الاولى دي، الاولى هي اللي تتشال، اشيلها واحط بدلها سو. اقول نوت سو والصفه في المصدر بعد كده از. تمام. فانا لما اجي انفي بحط سو، ممكن احط سو عادي. يعني في النفي ممكن اقول نوت از صفه از، او نوت سو صفه از. تمام. الاز التانية دي ما بتتشالش، بتفضل زي ما هي. استخدم سو او از في الاولى في حاله واحده بس في النفي. القاعده اللي كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي از والصفه واز او ذا سيم والنون، القاعدتين دول بقول ان مثلا دي شبه دي بس مش شبهها بالنص يعني، او مش شبهها بالمسطره، لا هي شبهها في حاجات بسيطه. فانا لو مثلا بتكلم عن توأم وعايزه اقول ان مثلا دي زي دي، تمام، فقاعده از والصفه واز او ذا سيم والنون، القاعدتين دول مش دقيقين قوي ان هي توصف ان دي عندها نفس الحاجه في دي، فانا بنضيف قبليها كلمه exactly. تمام. فبقول exactly as والصفه as. exactly هنا معناها بالظبط، فانا بقول ان ده نفس ده بالظبط. تمام. نفس الحاجه دي بالظبط، فاللي هو يعني مفيش فرق ما بينهم. انا لو قلت منى is exactly as tall as هدى، يعني منى نفس طول هدى بالظبط. تمام. مفيش فرق ما بينهم. طيب خدوا الجمله دي، لو انا قلت they are twins so they are نقط، اقول exactly the same ولا the same as old as؟ طبعا هتبقى الاولى exactly the same، يعني هما نفس الحاجه دي بالظبط. في حاله كمان لو انا مثلا بقارن ما بين حاجتين مختلفين، تمام، مش شبه بعض، مختلفين بس اختلاف بسيط قوي. يعني مثلا انا جبت واحده مثلا وطولها 169، جبت واحده كمان وطولها 170. تمام. فالاثنين دول مختلفين، مش نفس الطول. تمام. بس اختلاف بسيط جدا، يعني قريبين من بعض جدا، بس في نفس الوقت برضو مش زي بعض. مش هقدر استخدم قاعده از والصفه والاز. تمام. فهضطر ان انا استخدم قاعده اللي هي فيها مقارنه. تمام. بس المقارنه ما بينهم بسيطه قوي، خفيفه جدا. فوقتها هروح اعمل ايه؟ هقول a little او a bit او slightly زائد يا ده بقى حسب الصفه اللي عندي، لو كانت طويله او كانت صغيره. لو كانت المقطع صغير طبعا ده كله زائد الصفه اي ار زائد زان، او مور زائد الصفه زائد زان والصفه زائد زان. تمام. يعني الصف الاول ده اللي فوق دي لو كان الصفه عندي صغيره، لكن الصف الثاني تحت لو الصفه عندي كانت كبيره. فهمتوني؟ يعني انا دلوقتي بقارن دلوقتي ما بين حاجتين مختلفين بس الاختلاف بسيط جدا. فانا هقول وقتها a bit او slightly او a little زائد بقى حسب الصفه اللي عندي. تمام. فانا هستخدم المقارنه عامه، بس هضيف ليهم الكلمات دي يعني معناها بقليل او بحبه صغيرين. فانا هقول منى is a little او a bit او slightly. بقى عندي كلمه old، تمام، دي صفه صغيره فاحط لها اي ار عادي، فاقول اوردر زان هدى. يبقى انا عايزه استخدمها بقاعده از والصفه واز، اعمل ايه؟ احط قبلها كلمه almost يعني معناها تقريبا. تمام. انا مش هينفع اقول از والصفه واز بس، معناها كده ان هدى نفس طول منى. تمام. مفيش فرق ما بينهم حتى لو سنتي، لا بس انا عندي هنا ان واحده 170 والثانيه 169، ففي فرق ما بينهم سنتي، فلازم اقول almost as والصفه واز. فانا هقول وقتها هي كلمه almost كلمه nearly يعني معناها بالتقريب او تقريبا. يعني فعايزه اقول منى وهدى نفس العمر تقريبا بقاعده as صفه as، فانا هقول منى is almost او nearly as old as هدى. تمام. فانا كده عندي طريقتين لما انا اقارن ما بين حاجتين مختلفين بس اختلاف بسيط قوي،
بقاعدة مقارنة وبقاعدة التساوي اللي هي از وصفة واز. لو انا بقارن ما بين حاجتين برضو مختلفين بس الفرق كبير، يعني مثلا واحد مثلا عنده 70 سنة وواحد عنده 50 سنة، الفرق ما بينهم 20 سنة، فالفرق كبير، فانا مش هقدر استخدم الكلمات اللي انا قلتها من شوية او القواعد اللي انا قلتها من شوية. وقتها نستخدم ايه لو بطريقة المقارنة؟ فانا هقول a lot او much او far زائد اي ار زائد زائد. قلت مثلا منى is a lot older than هدى، معناها ان منى اكبر بكتير من هدى. بس كده. ممكن كمان هقول quite better، يعني الى حد ما. المصطلح ده ممكن يستخدم جدا في الدرس ده. ممكن اقول كوايت بيتر يعني الى حد ما، الى حد ما منى اطول من هدى. بس خدوا بالكم ان كوايت بتيجي مع بيتر بس. هدى كمان لو جالي في جمله او في الشوز قال لي مثلا كلمه فيري، تمام، دي مش تبع مقارنه. كلمه فيري دي معناها جدا مش من تبع مقارنه. ليه؟ لان انا مفيش حاجه اسمها فيري مثلا شورتر، مفيش حاجه اسمها كده. ممكن اقول فيري شورت يعني قصير جدا، تمام. فدي معناها جدا مع الصفات، بستخدمها مع صفات عادي بس بدون مقارنه. يعني انا ممكن احط فيري عادي جنبها صفه، بس لو كان في حاله المقارنه ما استخدمهاش. بتاتي مع صفه عادي بدون المقارنه. يعني ممكن اقول very tall very short very long very old، تمام. فلكن كلمه very older او very taller ما ده مش انجليزي ده. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعاراته. سلام.